كل الناس حواليا بقوا بيضايقوني، مش بيفهموني، مش بحس إني على نفس الموجة معاهم. ما هو يا هم اللي مش فاهميني، يا إما أنا اللي فيا حاجة غلط. لو دي جملة دايما بتدور جواكي، يبقى الفيديو ده ليكي علشان تخلي اللي حواليكي يفهموكي وانتي كمان تفهميهم. أنا زينة فرج، برين كوتش، وعندي ADHD، وهنا علشان أساعدك بكل الأدوات والاستراتيجيات اللي درستها واستخدمتها في رحلتي، وكمان بشاركها مع كل حد بشتغل معاه لتحسين حياتهم. ده برين توك أو فضفضة دماغ بودكاست. في يوم نظرتي لعلاقاتي اتغيرت بعد ما قريت كتاب Surrounded by Idiots، واللي هشارك معاكم النهاردة فيه حاجات اتعلمتها وفرقت في حياتي جدا. أنا أول ما قريت العنوان بتاع الكتاب قلت الكتاب ده عني، لأني حاسة إن اللي حواليا مش فاهميني. بس الحقيقة طلع إنه مش عني أنا، طلع إنه عنهم هم. وعرفت وقتها إن كل حد من المقربين إلي، سواء أصحاب أو حتى في الشغل أو أهل، ليه لون أو نمط مختلف. ككوتش عارفة قد إيه التواصل مع الناس بيكون صعب، وخصوصا لما تحسي إن دماغك مختلفة، مش بتفكر بنفس الشكل. ولما التشتت يبقى أكتر من طاقتك، بتكوني محتاجة أدوات تساعدك، مش مجرد نصايح. أنا مش هنا عشان أقولك ركزي، ما هو أنا هقولك ركزي في إيه، في حاجة أنت أصلا مش عارفة أنا هركز في إيه وناسية أنا هركز في إيه. طيب تعالوا نتكلم عن 4 من الناس اللي ممكن يكونوا في دوائر علاقتنا. 4 أنواط، وهنديهم 4 ألوان: أحمر وأصفر وأخضر وأزرق. الناس دي موجودة في حياتنا، ومش معنى إن إحنا هنديهم لون يبقى هم اللون بس هم ممكن يكونوا أكتر حاجة فيهم اللون، بس ممكن يكون فيهم حاجات من الألوان التانية بس أقل تركيزا شوية. طيب تعالوا نبتدي بلميا، صاحبتي لميا. بالمناسبة كل الأسماء أسماء مستعارة، تمام؟ طيب هنبتدي بصاحبتي لميا. صاحبتي لميا اللي أنا اكتشفته إن لونها أو اللون اللي الكتاب بيوصفها بيه هو الأحمر، أو بيوصف شخصيتها بيه. لميا لو اتأخرتي 3 دقايق عن ميعادها هتلاقيها وصلت ومخلصة الحاجة اللي المفروض تعمليها انتي. لميا بتحب السيطرة وبتحب الإنجاز ومش بتحب اللف والدوران. وأنا مثلا ببقى عايزة أشرح وأحكي تفاصيل وأقعد أدي مشاعر لا، فكنا دايما بنتخانق، أو أنا لحد ما فهمت إن لميا ريد بيرسوناليتي تايب. لميا شخصية قيادية عملية، بتحب النتائج أكتر من المشاعر. ومن يوميها بقيت أكلمها بالنتائج مش بالمشاعر. يعني مثلا أقول لها لميا عندي فكرتين مهمين هنخلصهم في 5 دقايق، فلاقيها اهتمت وحست إن أنا بحترم وقتها وبديها المعلومات اللي هي تبقى مهتمة، اللي تثير انتباهها، تثير شغفها، وتخليها تسمعني وتفهمني كمان. ومن ساعتها بالفعل لميا سمعتني وابتدت تحترم طريقتي. الشخصية التانية سارة، الشخصية الصفرة. لا تفهمنيش غلط. النوع أو اللون الأصفر أو اليلو بيرسوناليتي تايب. سارة بما إن اللون بتاعها هو الأصفر، تعالوا نعتبرها إن هي الشمس، بتضحك طول الوقت وبتكلم أي حد وبتقولك هنعمل 1,000,000 خطة وبترتب ل6,000 حاجة في نفس الوقت، بس لما تيجي لحظة التنفيذ هي بتنسى كل حاجة. وأنا كحد عنده ADHD أنا أوريدي بنسى، يعني البونس فيتشر بتاعتي هي النسيان، فأكيد كنت بتضايق. بس سارة شخصية اجتماعية. اللون الأصفر في التحليل بتاع الكتاب أو اليلو بيرسوناليتي تايب هي شخصية اجتماعية، بتحب الإبداع، بتهرب من التفاصيل والتنظيم. فابتديت أفكر بطريقة مختلفة. طيب نعمل إيه؟ إحنا بنتكلم أنا وهي بنخطط لحاجات كتير، تعالي نسجل اللي إحنا بنقوله وناخد نوتس، تعالي نكتبه، تعالي نرسمه، نخلي فيه ألوان، تعالي نقوله بصوت عالي. أي طريقة تخليها حاسة إن هي عندها طاقة وفي نفس الوقت
إن أنا فاهماها. من ساعتها الحقيقة الأمور بقت واضحة جدا بالنسبة لها، وبقت تبتدي تنفذ، لأن هي بقى عندها النقط اللي هتمشي عليها. طيب، قبل ما نكمل الشخصيتين اللي فاضلين، لو بتتفرجي على الفيديو ده على يوتيوب اعملي سبسكرايب عشان توصلك الحلقات الجاية عن دماغنا وحياتنا وتغيير العادات بأسلوب بسيط جدا. ولو بتسمعيني على البودكاست سواء أبل أو سبوتيفاي أو جوجل بودكاست، فلو سمحتي اعملي وعايزاكي تعملي كومنت وقولي لي هل معرفة أنماط الشخصيات أو ألوان الشخصيات فرقت معاكي ولا لا. ولو حاسة إن في حد محتاج يعرف الكلام ده، شاركي الحلقة مع أي حد بتحسي إنه متضايق وحاسس إن اللي حواليه مش فاهمين. طيب، نورهان، الشخصية الخضراء أو الشخصية ذات اللون الأخضر. نورهان هي الهدوء. نورهان. أنا كنت فاكرة إن نورهان مش عايزة تعمل معايا حاجة، ولكن الحقيقة لما قريت الكتاب وفهمت إن نورهان جرين بيرسوناليتي تايب، بتحب الأمان والثبات ومش بتحب الضغط، ففهمت ساعتها إني مش المفروض إن أضغطها، مش المفروض إن أحطها قدام الأمر الواقع. ابتديت أقول لها طب إيه رأيك نخطط مع بعض؟ طب إيه رأيك تاخدي وقتك وتفكري؟ الحقيقة من ساعتها بقينا أقرب بكتير من الأول. هالة الشخصية ذات اللون الأزرق أو الشخصية اللي بتحلل. هالة لو قلت لها مثلا تعالي نعمل مشروع، فأول سؤال هيجي في دماغها وتقوله طب إيه الميزانية، طب إيه الخطة، طب إيه التحليل، طب إيه كذا 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 كذا، في إيه. أنا كحد عندي ADHD بشتغل على الإحساس والإلهام واللحظة والتحفيز، وكنت ساعات بفتكر إن هي مثلا بتهبطني أو إن هي بتشكك فيا، فبتسألني على معلومات علشان تبين لي مثلا إن أنا مش فاهماها. ولكن لما قريت الكتاب وعرفت إن هالة من البلو بيرسوناليتي تايب، فهي شخصية تحليلية تحب المنطق، التفاصيل، الأرقام، النتائج المضمونة، بدأت أتعامل معاها بطريقتها. أوكي، أنا عايزة أعمل مشروع، بصي 1 2 3 4 5 6. فابتدت تبقى أكتر واحدة بتدعمني، ابتدت تسبورت بأكتر حاجات ومعلومات عندها وبطريقتها الخاصة بيها هي. طيب، احنا دلوقتي عرفنا ال4 ألوان، الأصفر والأخضر والأحمر والأزرق. طيب احنا ليه بنعرفهم أو ليه ده مهم للناس اللي عندها ADHD؟ لما يكون عندك ADHD التعامل مع الناس بيبقى مرهق جدا، لأن دماغك عايزة بسرعة، وهم في ناس بتاخد وقتها. انتي بتبقي عايزة تحكي وهم بيدوروا على نقطة معينة. فاكرين لما حد كان سألني سؤال وقال لي لما هم بيتسألوا سؤال بيقعدوا يجيبوا تفاصيل ويردوا بردود قد يعني تبتدي من أول ما اتولدوا؟ فهي دي، احنا كناس عندها ADHD بنبقى عايزين نحكي، لكن الناس اللي قدامنا ممكن تكون من النوع اللي بيحب يدور بس على الفايدة أو النقطة معينة. احنا عايزين إبداع، هم بيدوروا عن نظام، طريقة مختلفة. لما بدأت أشوف كل واحدة فيهم بلون، بدأت أسمح لهم يكونوا نفسهم، وأسمح لنفسي كمان أنا أكون نفسي من غير ما أحس لا بالذنب ولا بالعصبية ولا إني غلطانة. نظرية الألوان في كتاب Surrounded by Idiots أصلا خلتني أفهم إن كمان ال ADHD مش عيب، لأن كمان الناس مختلفة، كل واحد ليه ستايل مختلفة، بيئة مختلفة. فمش لازم إن احنا نحكم على حد، مش لازم إن احنا نجادج حد. طيب، لو انتي كمان عندك ADHD أو حتى بتحسي إنك مش مفهومة، فالكتاب ده ممكن يكون أول خطوة في طريق الراحة. اقريه أو اسمعيه. أنا هحطلك الكتاب بتاعت هحطلك اللينك بتاع الكتاب، سواء ممكن تشتريه تقريه أو تسمعيه أو حتى على كندل. للناس اللي بتقرأ على كندل، شوفوا الرابط في الديسكريبشن تحت، واكتشفي كده الناس اللي حواليكي ايه ألوانهم. حاولي تحطي اعملي دايرة وحطي فيها الألوان، وحاولي تقعدي كده مع نفسك شوية، حللي الناس القريبين منك وشوفي كل واحد منهم هتحطيه في أنهي لون في الدايرة. لو الفيديو ده فرق معاكي
دوسي لايك وشير وسبسكرايب وشاركيه مع صاحبتك اللي بتنسى دايما ميعادك أو بتحب تسيطر، وسيبيلي في الكومنتات قوليلي انتي شخصيا أنهي لون، وأقرب صاحبة ليكي أنهي لون.